الفل يا اخواتي. الجو النهارده حلو بس في البيت حر شويه، والواحد كمان زي من القعده في البيت وايه والمذاكره في البيت وكده، عموما الاماكن المغلقه يعني كان المكتبه بقى ولا الليرن روم وكده. ففي جنبي النهارده في جنبي جنينه كده، فقررت انزل اذاكر فيها والجو لطيف يعني، عشان عندي امتحان بعد بكره. فادعوا لي يا جدعان، ادعوا لي يا اخواتي عشان الامتحان يحط عليا او انا اللي هحط عليه. فادعوا لي، امتحان يوم الاثنين وربنا يستر. فاخدت بقى اشيائي، قلت انزل اذاكر في الجنينه، نروح بقى نفرش ونقعد كده ونظبط الدنيا. الجو مهما كان بره الشمس شويه، بس لما تقعد في الظل كده تحت شجره هيبقى الجو تحفه يعني، واحسن بصراحه من البيت. البيت الجو فيه مش احسن حاجه، حتى لو فتحت الشباك وشغلت المروحه الجو مش بيكون احسن حاجه. وبصراحه اخر يومين واحد لازم ينجز فيهم شويه، فقلت اما اعمل بقى ايه، اخرج النهارده بره وحاجه جديده يعني. الطريق بقى في شجر من ده، شايفين البتاع ده؟ مش عارف اسمه ايه بصراحه، اللي هو الاحمر ده المدور ده. سالت عنه في الكيلو في السوبر ماركت، متخيلين الكيلو؟ عارف الكيلو من ده ب10 يورو. قلت له انا عامل معاك صفقه، انا قلت له الشجره قدام البيت عندنا مليانه، هجيب لك. قال لي ماشي. هات والنص بالنص. قال لي هات اللي تجيبه. جبت 10 كيلو 20 كيلو يعني هديك الكيلو ب5 يورو. يعني هلب من على الشجره قدام البيت هنا، الم بقى بال10 كيلو بقى، اقعد مثلا ساعه ولا ساعتين ولا حاجه، الم لي حبه حلوين انا وصاحبي، ونروح رايحين مودينه السوبر ماركت وناخد فلوس. كيلو ب10 يورو يا جدعان، والشجره قدامي مليانه يعني، بص ذهب، حرفيا ذهب. الجو جميل زي ما انتم شايفين كده، الجو تحفه، واخد بالك، والدنيا هاديه والجو هوا، فدي احلى جو بصراحه. كنت حابب اكلمكم النهارده عن موضوع اتسال لي كتير جدا الفتره الاخيره دي، وهي وانا جاي من مصر يعني، لو حد مسافر او كده وناوي ان هو يقيم هنا في المانيا سواء دراسه او شغل، ايه الحاجات المسموح ان انا اجيبها في الطياره في الشنطه، وايه الحاجات اللي ما ينفعش اجيبها عشان ما اجيبش حاجات معايا وتترمى والكلام من ده. وكمان ايه يعني الحاجات ان الافضل ان اتجنبها وكده. فالنهارده اقول لكم عن يعني فيديو سريع كده عن الحاجات اللي لازم تجيبها معاك وتعمل حسابك فيها وما تنساهاش، والحاجات اللي حاول تتجنبها ما تجيبهاش وكده. اول حاجه عزيزي المشاهد لازم تجيبها وانت جاي، تخلي بالك منها كويس، هي الهدوم التقيله، خصوصا لو جاي في الشتاء او حتى لو في الصيف يعني، لان الجو هنا يعني متقلب يعني، ممكن تلاقي في الصيف والجو بيمطر والجو برد والكلام من ده. فوانت جاي لازم تجيب معاك يعني ايه، حاجات سيرمال كده تحت الهدوم، اللي هو الكلاسين يعني من الاخر يعني، تجيب لك 5 6 قمع كده كلاسين وانت جاي، عشان ايه البرد هنا وحش. وجيب لك برضو جاكيت ولا 2 حلوين بدل ما تيجي تجيب من هنا في البدايه وكده. وما تنساهمش يعني ضروري، لان الجو هنا متغير ومتقلب جدا، برد في الصيف وفي الشتاء وفي اي وقت، وطبعا البرد هنا غير مصر تماما، فده حاجه مهمه ما تنساهاش. وايه تاني؟ لان برضو والادويه برضو وانت جاي، حاول وانت جاي اول مره بقى، سواء دراسه يعني شغل او حتى لو سياحه، حتى هتقعد اسبوع ولا 2،
وانت جاي حاول تجيب اللي هي الادويه الاساسيه، مثلا ادويه للبرد، للمغص، للكلام ده، لان هنا الجو زي ما قلت لك متقلب جدا عن مصر، وتغيير الجو بين هنا ومصر ممكن يعني يسبب مشاكل وكده. فخليك دايما يعني مستعد لاي حاجه. بالنسبه للبرد يعني الهدوم زي ما قلت لك الكلاسين كوتونين ما اثرش معاك في حاجه. وبالنسبه برضو الادويه هتجيب كل الادويه، فاهمني؟ احسن ما تيجي هنا مثلا من غير ادويه مثلا ويجي لك برد او كده فتضطر تروح للصيدليه، وفي حاجات مثلا ممكن يقول لك عليها محتاجه روجيتا وكده، وحتى لو مش محتاجه روجيتا فانها انك تيجي تجيب دواء هنا في البدايه هيكلفك فلوس. فالافضل يعني انك تجيب من مصر وانت جاي، يعني اولا هيبقى ارخص وفاهمني، وبدل ما تتعب نفسك وتروح الصيدليه والكلام ده كله يعني هتوفر عليك يعني الهم ده كله. بس برضو كمان تخلي بالك من الادويه، برضو مش كل ادويه تجيبها معاك يعني، او مش كل ادويه يعني، في بعض الادويه انها ما ينفعش تسافر بيها، فاهمني؟ انا حالا بكلمك في الادويه اللي هي الرئيسيه، البرد، المغص، الكلام ده كله تحاول تجيب معاك بقى شرايط وكده. تالت حاجه برضو حاول تجيبها وانت جاي، حتى لو حبيت تجيب اكل مصري وانت جاي هات اكل مصري ماشي مفيش مشكله، بس هات حاجات بسيطه، ويعني واغلبيتها مثلا وليكن يعني توابل، ملوخيه ناشفه، الكلام من ده. ما تحاولش تجيب اكل مطبوخ وكده، لان الحاجات دي يعني اغلبيتها بتتاخد في المطار وهتزعل عليها في الاخر. فالافضل انك تجيب حاجه اكل مصري بس حاجه بسيطه كده، ما تكترش يعني. ايه تاني؟ ما تنساش برضو اوراقك الاصليه، اي اوراق وانت جاي ليك هاتها اصليه ونسخ، ما تنساش دي مهمه جدا لانك هتحتاجهم هنا كتير. اي اوراق ليك، جواز سفر بقى، صوره جواز سفر يعني، صوره اي حاجه مثلا بتاع الحجز، بتاع التامين، اي حاجه حاول تجيبها معاك وانت، او اي اوراق ليك مثلا للثانويه، للجامعه، حاول تجيب ده كله معاك الاصلي، وهات صور ليه، لان ده هيفيدك جدا. لان انا وانا جاي جبت الاصل بس، فاحتجت صوره تانية، فاضطريت بقى اروح مكان كده اعمل صوره طبق الاصل، وده كلفني فلوس ووقت والبهدله دي. فليه؟ فانت الحاجات دي تجيبها وانت جاي من مصر. طبعا اهم حاجه ما تنساهاش اللي هتتفاجئ اول ما تيجي هنا، وهي الشطافه. طبعا الشطافه اللي اسمها فريش بوز طبعا تجيبها وانت جاي، ما تنساش، لانك هتيجي هنا هتتصدم، مش هتلاقيهم عندهم شطافات في الحمام، فما تنساش دي برضو مهمه جدا. اذا كنت جاي برضو مقيم او جاي حتى سياحه برضو هاتها، هتفيدك. وهي صغيره حتى بتحط في الشنطه عادي يعني، ما بتاخدش وزن ولا حاجه. ايه تاني؟ والله مش فاكر. لو عندك مثلا تاب او لابتوب عندك في مصر، ما تسيبوش في مصر، هاته وانت جاي، لان وانت جاي في الاول يعني هيبقى الدنيا مزنقه شويه، والاجهزه الالكترونيه هنا غاليه، اذا كان بقى لابتوبات او تابلتات او كلام من ده. فلو عندك لابتوب في مصر حتى لو يعني حالته نص نص هاته، يعني مفيش مشكله، هاته افضل لك يعني، ويوفر عليك كتير صراحه. بالنسبه بقى للحاجات اللي هي يعني ايه بلاش تجيبها يعني، بلاش احسن يعني، مش مسموحه او ايه، انت وحظك. بس انا من رايي بلاشي يعني. اول حاجه وهي ممكن انك يعني الحاجات الاكل اللي هو الطازج مثلا، وليكن لحمه بقى، فراخ، الكلام من ده يعني، او برضو الاكل اللي هو بيبقى مطبوخ مثلا محاشي والكلام من ده بلاش يعني، هتزعل. لان الجمارك هنا او في مصر ممكن تتاخد منك في مصر او تترمى منك هنا، فهتزعل يعني، مجهود وتعب وكلام من ده. فيعني لحمه بقى، فراخ، الحاجات اللي هي مطبوخه دي بلاش منها خالص هنا يعني، بلاش تجيبها. كل في مصر براحتك يا صاحبي، لكن لو الحاجه حبت تعمل لك يعني بلاش بجد يعني. انا في مره كانت تاني مره ليا كنت واخد بعض الاكل المطبوخ، في حاجات اترمت وفي حاجات فضلت يعني. فنصيحه مني بلاش الاكل الطازج او الاكل المطبوخ ده. وكمان برضو الحاجات اللي هي ليها ريحه وكده، زي اللي هو الفسيخ والكلام من ده، انا كده مش بحبه يعني، بس برضو بلاش منه، لانك لو خدته معاك ريحته بتقلب المطار وبتترمى
وبرده وده بيعطلك في التفتيش، وغير ان ده يعني بيخليك تقلب الشنطه وتفضي وتعمل، فبلاش منه خالص يعني. حتى لو بتحبه مش مشكله، فكك عادي، اكل يعني. ايه تاني؟ زي ما قلت لك الادويه هات منها اوكي، بس اي ادويه بدون روشته ما تجيبهاش يعني، للامان يعني، عشان ما يوقفكش في المطار وده ايه وبتاع وكلام من ده. وبرده حاجه خلي بالك منها، الفلوس وانت جاي ما تحاولش تجيب معاك فلوس كاش كتير. انت جاي دراسه ومعاك بلوكد اكونت وكلام من ده فهينزل لك اول ما تيجي على طول راتبك يعني. لكن الحل خلي معاك 1000 2 ماكسيمم يعني. وحتى برضو لو جاي سياحه بقى وكده معكش حساب بنكي مغلق، فبرضو الحد ماكسيمم ليك 10000 يورو، فما تحاولش تكتر عن كده، عشان لو كترت عن كده برضو بيسالوك وبيوقفوك والكلام من ده. فده بالنسبه للفلوس، ما تجيبش معاك فلوس زياده. لو انت بقى جاي على شغل او جاي دراسه، انت كده هم 2000 بس ماشي بهم اول نفسك شهر ولا اول شهرين، وبعد كده بقى ايه هيبقى معاك فلوس يعني. لكن لو انت جاي سياحه غير، حاول ما تكترش عن 10000 يورو. ايه تاني؟ والله دي الحاجات اللي انا فاكرها، اللي يعني اللي جت في دماغي دلوقتي، اللي انا ما تجيبهاش معاك. بس لو جت في دماغي حاجه تانية هقول لكم عليها. مش عارف في حاجه تانية. طبعا السوائل طبعا كده بتترمى بره قبل ما تخش. ما حاول تحضر نفسك صح للطياره، والشنطه حضرها كويس، والوزن خلي بالك منه عشان ما تقفش ويقول لك فضي. والقرف ده حصل معايا كذا مره. كنت واخد شنطه المفروض كانت تبقى 20، كنت عاملها تقريبا 24، وقفني وقال لي مش لازم تفضي. وانا طبعا كنت مستحيل ارمي اي حاجه او ما اخدش حاجه او ارجع حاجه. فضيت الشنطه، لبست هدوم كتير 3 4 تيشيرتات على بعض، بنطلونين، خليتها له 20 19 كمان. بس ده بقى بتبقى بقى مقروف بقى في المطار وزحمه والجو حر، فبتتبهدل يعني. فيعني ايه، خلي بالك من شنطتك برضه، ووزنها كذا مره، اتاكد ان وزنها مظبوط قبل ما تسافر. وبس لو حد جه في دماغه حاجه ممكن يقول لي بقى يعني عليها، وانا اقول له ينفع تاخدها ولا لا، لان دي الحاجات اللي انا افتكرتها دلوقتي. وبس كده، نكمل بقى مذاكره شويه وبقى هنقوم، وبعد كده نروح عشان هنطبخ الاكله اللي بحبها، اكلتي المفضله. ناكل لاننا جوعنا بصراحه. الساعه بقت 6، نروح نعمل اكله مفضله، وبعد كده نبقى نقعد بقى نكمل في البيت، او ممكن انزل تاني مش عارف، فخليكم معايا بقى. يلا بقى نطلع اللحمه، حته عادي ممكن نحطها بقى. هنعمل بقى النهارده اكلتي المفضله، وهي البسله. بس هعملها بقى ايه؟ هعملها ازاي؟ هعملها في طاجن، واحطها في الفرن. حلو مش حلو؟ السكينه دي هي الحل. هيك ينفع صوت، ينفع بصل كده.
كده لغايه فيها. سمنة الدقة بتاعتنا الجميلة. يلا بينا. حط بقى التوابل يا صاحبي. ورقة وقلم وكتير معايا تكتب كله. ننزل بالمية السخنة. دي نسيبها نخش على دي الرز. هنا بنحطه بمية ساقعة عادي، مش لازم مية سخنة. انا بعمله بالسنس لاني خبير، لاني خبره، فاهمني؟ محدش يعمل زيي عشان خبير، فبعمله بالسنس. تمام. ومحدش يقول لي بتحط ملح كتير ليه؟ الملح هنا مش زي بتاع مصر. برضه بحاول اوضح لكم يعني. يا دوبك. اهم حاجه السمنه، اهم حاجه معلقه السمنه دي اهم حاجه. بس كده تقوم ايه، تقوم مغطي عليه بقى وسايبه كده بس. سيبه بقى براحته، ننضف الحته ونصلي العصر ونرجع لهم تاني. خلصنا بقى، نرجع نشوف الاكل هل لسه ولا قدامه شويه. لسه قدامه شويتين. والرز برضه نفس الشيء، ف لسه بقى البسله مش هستناه طبعا على ما يتعمل. فيعني ايه، هحط لكم صوره الاكل في الاخر، هيعجبكم ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا من الحاجات اللي انتوا لازم تجيبوها او تخلوا بالكم منها وانتوا جايين. ولو في حد يعني عاوز يجيب حاجه ومش عارف هل يسمح ليه ولا لا، ممكن يكتب لي هي ايه في الكومنتات وانا اقول له ينفع يجيبها ولا لا. واتمنى يكون الفيديو ممتع، واشوفكم في فيديو جديد. وطبعا بما اني شيف كبير جدا، فطب برضو اي حد عنده اسئله بخصوص الطبخ يقول يكلمني على طول، انا هبهره يعني. وما تنسوش طبعا لايك والسبسكرايب كده. بس كده، السلام عليكم.